صباح الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من اقتصاد بلا فزلكه مع مصطفى ابراهيم. اسم الحلقه هي الصديق الخائن، انتوا او الصديق الوفي الخائن. طبعا انتوا كل التصور ان احنا هنتكلم على اشخاص بعينها او على تجربه معينه مع بعض الاشخاص، لكن انا مش بتكلم على دول خالص. احنا هنتكلم على حاجه تانية. استنونا في اقتصاد بلا فزلكه عشان تعرفوا احنا بنتكلم على مين. اول واحد من الاصدقاء الاوفياء الغير وفيين او الخونه هو ده الكريدت كارد. الكريدت كارد ده بالظبط زي مفتاح علي بابا. بتروح اي حته بتاخده، بتمشيه على مكنه وبتخرج باللي انت عايزه من غير ما بتدفع اي حاجه. فطبعا ده احساس جميل واحساس سهل. اللي بيحصل للناس كتيره مع كريدت كارد دي، وابتدت تشتغل بيها، ابتدت تشتري منها، وابتدت تنفق بشكل خارج حدود امكانياتها، واعتبرت ان الفلوس دي يعني هتدفع حين ميسره. للاسف اللي الناس ما تعرفوش ان الكارت ده طول ما بتستخدمه وطول ما هو في جيبك هو عباره عن كائن بياكل وبيشرب وبينام وبيكلفك اكتر حاجه ممكن تكلفك في اي قرض انت خدته. عشان كده بنقول ايه يا جماعه؟ كن حريص جدا في استخدام هذا الصديق. هو صديق وفي في اي حته هتقول له امشي وهات اللي احنا عايزينه هيمشي، لكن بعد كده ده نص الحكايه. الحكايه التانيه ان انت لازم تبقى واخد بالك ان ده له مبالغ عايزه ترجع، في فوائد ضخمه جدا لازم ترجع. مفيش شك ان احنا كلنا سافرنا واستخدمناها والى اخره، لكن انا لو ليا ان انا انصحك، اول حاجه مفيش داعي للكريدت كارد. ممكن يبقى في ديبت كارد تصرف على قد اللي عندك، بس ما عندكش ما تصرفش، زي ما بيقولوا كده بالمثل العامي، اللي ما عندوش ما يلزموش. لكن لو انت مضطر، الحاله الوحيده اللي انا اوافقك فيها انك انت تعمل كريدت كارد هو انك تعمل كريدت كارد بمبلغ معقول. ما تحطوش في جيبك، انت هتحطه في البيت في خزنه او كده، على اساس لا قدر الله بتحصل ان اي حد تعب، ما معكش فلوس للطوارئ الشديده، فده يبقى ايه؟ ده سيفتي بيلت بالنسبه لك او حزام امان موجود في البيت، لكن لا تستخدمه في دفع كهرباء ولا بنزين ولا اي حاجه خالص. ده بره جيبك وللطوارئ الشديده فقط. ارجو ان احنا نكون واعيين للكلام ده، لان ده ياما ناس استخدمت الكروت دي واثر على اولا الكريدت ريتنج بتاعها، واثر على حياتها بشكل عام، وبقت مأزومه، وبقى مع صعوبه انها تحصل على اي قرض تاني. فالصديق ده هو صديق زي ما قلنا برضو وفي، بيعمل اللي انت عايزه، لكن في نفس الوقت خلي بالك منه لان هو مكلف جدا جدا جدا. ده اول صديق. الصديق التاني بقى اللي احنا ما بنقدرش نستغنى عنه خالص هو الموبايل. مفيش شك ان الموبايل غير شكل حياتنا وبقى جزء مهم جدا جدا في نمط حياتنا اليومي، وبقى جزء كبير في نمط حياة الشغل. حتى احنا كلنا بنبعت واتساب وبنتكلم وبنتقابل كلنا من خلال الكلام ده. لكن تملي بنقول على الواتساب على التليفون انه قرب البعيد وبعد القريب، بمعنى ان انت النهارده الناس اللي حواليك تبعت لها واتساب، كنت قبل كده بتتزور بتشوف اخواتك اصدقائك، بين الوقت بنتزور وبنتكلم. يعني اخر مره انا مثلا كان معايا مجموعه من الاصدقاء قررنا ان احنا نتقابل ونتعشى سوا، قعدنا على الترابيزه كل واحد فينا ماسك الموبايل بتاعه. فقلت لهم يا جماعه، طب لو احنا كلنا هنقعد نتكلم في التليفون ما كنا عملنا كونفرنس كول وكل واحد جاب سندوتش قدامه وكله. فالفكره كلها انه بقى على الرغم ان هو مفيد جدا في الحياه على قد ما هو مضر لانك بيستهلك وقتك بشكل ضخم جدا جدا من غير ما تدرى. حتى مع الاولاد الصغيرين بقى الموبايل جزء من حياتهم وجزء من معرفتهم للعالم. المشكله ان المعرفه هنا ممكن تخش في معرفه فعلا علميه او مفيده، وممكن تخرج في معرفه تانية خالص تدخلك في ابواب جوه ابواب. وحتى بالنسبه للشخص الراشد، مش بتكلم حتى على الصغيرين او الاطفال او كده، لا، الشخص الراشد ممكن يخش في سيطات مش مظبوطه، ممكن في بعض الافكار المطروحه ممكن تكون غلط، ممكن واحد يحفزك انك تخش في مشروع والكلام ده كله زي ما شفناه، وكلام البيتكوين وكلام المشاريع الهرميه دي كلها دي انتشرت ازاي؟ من خلال الموبايل. فالموبايل لازم نبص له على انه جهاز او طول مهم جدا في حياتنا، مفيش شك.
يعني النهارده لا غنى عنه. يعني لو حد قال لك سيبه ده يبقى كلام مش منطقي ومش عملي. لكن كون حريص جدا في التعامل معاه، استخدمه زي اي استخدام في الاتجاه المفيد. زي ما بنتكلم يعني في حاجات كتيره في حياتنا ممكن تستخدمها في الشر والخير، زي مثلا السكينه ممكن تستخدمها في الخير، في الخير وفي الشر. فنأمل ان انت تبقى كإنسان واعي تستخدم ده، ما تخلوش يسرقك وياخدك ويشدك لأماكن كتيرة، لأن ده عامل زي السندباد، ياخدك يوديك في أي حتة أنت عايز تبص على بلاد تانية، عايز تبص على شخصيات تانية، عايز تبص على تجارب تانية. هو مفيد جدا ومضر جدا. فأنت كشخص واعي وشخص ناضج أعتقد أنه تخلي بالك بشكل أكبر. هو في متعة حتى لو بيوديك في سيطات مش اللي انت عايزها، او يوصلك لافكار مش انت عايزها، هو في متعة. بس المتعة دي شبه العذاب بعد كده. فارجو ان احنا ناخد بالنا ونشوف احنا هنقدر نعمل ايه كاشخاص بالغين ونستفيد اكبر استفادة منه، لان الموبايل ممكن يفيدك جدا جدا سواء في حياتك الشخصية او العملية. وربنا يسهل ان شاء الله والناس تبقى مدركة للكلام ده، لانه مفيد ومضر جدا. فأرجو أن الكلام ده يكون يلاقي أذان صاغية من جانبكم. وإن شاء الله أنا آسف على الإطالة، وإن شاء الله نلتقي على حلقة جديدة. ولو عجبك أو أضاف ليك الحلقة دي أي إضافة ولو صغيرة، أرجو أنك تعمل شير ولايك، ونلتقي مرة أخرى مع اقتصاد بلا فزلكة.